الاهلي في كاس العالم للانديه. طب ليه؟ لان النادي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا، بطل قاره افريقيا كلها. ليه انا بقول الكلام ده؟ عشان في اصوات طلعت بتنتقد النادي الاهلي. النادي الاهلي هيكمل الموسم التاريخي بتاع السنه اللي فاتت، ما صادفوش حد في اول الموسم، هيصادفوا في باقي الموسم. النادي الاهلي حصل على 44 دوري في تاريخه. النادي الاهلي كسب النهائي في دوري ابطال افريقيا، كسب الترجي التونسي وحصل على النجمه رقم 12. النادي الاهلي النهارده كسب بطوله الثلاث قارات من فريق العين الاماراتي. النادي الاهلي والاداره هي اللي اتنازلت عن كاس مصر امام فاركو في دور ال 16 عشان الفريق يكمل باقي البطولات. النادي الاهلي ما خسرش غير بطولتين فقط لا غير. خسرنا من الزمالك في السوبر الافريقي، وخسرنا من فريق باتشوكا اللي كان هيأهلنا للنهائي نلعب ريال مدريد، وده اللي زعل اهلاويه كتير كانت تتمنى تاخد كاس العالم للانديه. لسه النادي الاهلي اول الدوري، صعد في مجموعه الافريقيا، هيلعب مع ميسي في 25/6 في ميامي. النادي الاهلي كبير، هيكمل كبير، واللي جاي احسن للاهلي وجماهيره.